السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في منصة دوت مير. سؤال كتير بيتسأل لكل الطلبة اللي اتخرجوا أو خلصوا المعهد الفني للتمريض: يا ترى أستلم تكليفي ولا أكمل كلية تمريض؟ السؤال ده بيحيركوا جدا، وخصوصا لو انت جايب مجموع الكلية، وخصوصا بعد إلغاء التكليف. فبتفكر مع نفسك، طب ما انا كده اتكلف وابقى ضامن احسن ما انا مش عارف لسه بكره هيحصل فيه ايه وممكن يتلغى التكليف. يا ترى هعمل ايه القرار المفروض اللي اخده؟ ده اللي هنعرفه في حلقه النهارده، فتابعوا للنهايه. في حلقه النهارده انا هبتدي اساعدك تاخد القرار الانسب ليك، وحط عليها مليون خط. يعني ايه الانسب ليا؟ يعني في حد الانسب ليه ان هو خلاص انا خلصت المعهد وهتكلف، وفي حد الانسب ليه اللي هو لا لازم يدخل كليه، وده بناء على رغبتك انت وانت عايز ايه وايه هدفك في الحياه. فانا مجرد بس هساعدك ازاي تاخد قرارك الصح، والتشتت اللي في دماغك ده انا قلقان وخايف، لا هبتدي اقول لك ايه، يعني اساعدك تاخد قرارك، لكن انت اكتر حد عارف ايه هو القرار الانسب ليك. يلا نشوف مع بعض. اول حاجه، لو انت كملت كلية فانت مؤهل عالي، بكالوريوس تمريض يعني اخصائي تمريض. هيفرق في ايه؟ لا طبعا في وجه مقارنة كبير ما بين دبلوم التمريض وبكالوريوس تمريض، في فرق كبير ما بينهم. وبناء على هذا البند انت بتتعين على الدرجة الثالثة بمرتب اكبر من الخريج المعهد الفني للتمريض. المعهد الفني للتمريض بيتعين على الدرجة الرابعة، فمرتبك بيبقى اكبر من المرتب بتاعه، والدرجة بتاعتك الوظيفية انت بتبقى على الدرجة الثالثة لكن هو بيبقى على الدرجة الرابعة. ثالث حاجة، الدراسات العليا. خريج المعهد الفني للتمريض مش متاح ليه يكمل دراسات عليا، اللي متاح ليه يكمل دراسات عليا ماجستير ودكتوراه هو خريج كلية. فلو انت حد كان شغفك ان انا عايز اعمل ماجستير ودكتوراه فلازم تدخل كلية لو هو ده هدفك. 4، مجالات كتيرة لخريج الكلية. انا عاملة حلقة عن تعدد مجالات خريجي كلية التمريض عشان ما نضيعش الوقت، ولكن تعدد المجالات دي متاحة اكتر لخريج الكلية عن خريج المعهد. يعني في حاجات متاحة ان احنا دايما رابطين المعهد والكلية انا هشتغل في المستشفى، لا في مجالات كتيرة ولكن متاحة اكتر لخريج الكلية عن خريج المعهد. السفر للخارج اكتر طبعا لخريج الكلية، يعني لو اتنين، واحد بكالوريوس وواحد دبلوم فني تمريض وده معلوماته اكتر، فهياخدوا طبعا خريج كلية ايه؟ خريج كلية تمريض. اقعد مع نفسك كده بالورقة والقلم واكتب الحاجات اللي انا قلت عليها دي، وشوف انت هدفك ايه. يعني هل انا لما اتخرج بعد المعهد واتكلف في المستشفى كده انا هبقى مبسوط؟ خلاص. لكن لو انت حد لا انا طموحي عالي وعندي لسه حاجات كتيرة، طموح كتير في دماغي، لا توكل على الله وادخل كلية. طب انا خايف التكليف يتلغي، انا عاملة حلقة عن الموضوع ده، فما تحطوش موضوع التكليف ده في دماغكم. يعني لو هو ده العائق بالنسبة لكم ما تحطوش في دماغكم، لان كده كده في عجز في التمريض. فحتة التكليف ده انا اتكلمت عنه برضه عشان ما اضيعش الوقت في الحلقة بتاعت النهاردة، هسيبها لكم في رابط الوصف شوفوها، ما تقلقوش منه، ما تحطوهوش في دماغكم موضوع الغاء التكليف. فشوف كده مع نفسك انت ايه من الاتنين دول. انا مكتفي ان انا خلص المعهد واشتغل، ولا انا حد عندي طموحات كتيرة، او ان انا مش حابب شغل المستشفى، انا عايزه ادخل في مجالات تانية. المجالات التانية دي متاحة اكتر لخريج الكلية عن خريج المعهد. ربنا ييسر لكم امركم يا رب. انا عارفة ان حتة التشتت ما بين قرارين ده بيبقى احساس صعب. ربنا ييسر لكم امركم وييسر لكم ما هو خير لكم ان شاء الله.